السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير متوفرة عندنا في البيت، وهنعمل صوص بسيط كده، صوص الشوكولاتة، وهنزوقها بصوص كراميل وبمكسرات مجروشة. وطبعا كل واحد حسب امكانياته، عايزة تخليها بالصوص الشوكولاتة عادي، عايزة تحطي كراميل ومكسرات طبعا مفيش اي مشكلة. هتكون بمقادير بسيطة، بس قبل ما ندخل على المقادير نعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك وما تنسونوش من دعواتكم. المقادير عندنا هنا للكيكاية اللي بالشوكولاتة، هنقول مقادير الكيكة. عندنا 2 كوب من الدقيق، ربع كوباية من الكاكاو، 3 بيضات، فانيليا، ظرف بيكنج باودر او شيف كيك، كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية من الزيت. وانا هسيب لكم المقادير كاملة في صندوق الوصف. دلوقتي احنا هنجيب 3 بيضات، هنحطهم في بولة، وهنحط عليهم معلقة من الفانيليا، او كل بيضة ليها ظرف فانيليا، وهننزل عليها بكوباية السكر، وهنضرب بالمضرب اليدوي، او لو حابة تعمليها في الخلاط او بالمضرب الكهرباء مفيش اي مشكلة، بس انا حبيت ابسطها على المشاهد واعمل بالمضرب اليدوي عشان لو في حد مش متوفر عنده مضرب الكهرباء او الخلاط. تمام كده، احنا حطينا البيض على الفانيليا، هنحط بقى السكر وهنضربهم لحد ما يعملوا فوليوم. الفوليوم يعني رغاوي بيضة كده، والسكر يدوب خالص. والسكر يا جماعة بيكون حبيبات مش بودر. كده هي عملت فوليوم وخلاص، السكر بتاعنا ما بقاش فيه حبيبات. تمام، هننزل بقى بنص كوباية الزيت، وبعدين كوباية اللبن، وهنقلبهم شوية، يعني نص دقيقة كده مش اكتر، عشان الخليط بس يمتزج كده مع بعضيه. هناخده بقى على جنب، وهنجيب الدقيق بتاعنا اللي عليه الكاكاو، زي ما قلت لحضراتكم دول 2 كوباية دقيق منخولين مرتين، وعليهم ربع كوباية كاكاو، وعليهم ظرف بيكنج باودر او كيك شيف. انا استخدمت كيك شيف، بستخدمه بصراحة في الكيكات، هو محسن كويس جدا وبيرفع معانا الكيكات او اي حاجة بنعملها بنكون محتاجين لها بيكنج باودر، هو بديل كويس قوي ليه. تمام، قلبناهم كويس، هننزل بيهم بقى على 3 مراحل. ولما بننزل بالدقيق على 3 مراحل في الكيكة او في اي سبونش بنعمله، بيكون ده من نجاح السبونش بتاعنا. هننخله مرة تالتة يا جماعة، عشان النخل مهم جدا. اوقات بيكون في رواسب، او بيكون في تكتلات في الدقيق او الكاكاو، فاحنا مش عايزين التكتلات والحاجات دي في الخليط بتاعنا. فهنعمل كده اول مرة اهي، وبعدين هنقلب زي ما حضراتكم شايفين كده. كيكة سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة حاجاتها عند كل الناس في البيت. حاجة كده لذيذة بقى تعمليها في الشتاء كده مع كوباية نسكافيه او كوباية شاي بلبن، بتكون لذيذة وجميلة جدا. كده انا قلبتها كويس اهي، دي كده اول مرة. هعمل المرتين التانيين وهتشوفوها. كده انا كده خلصت الدقيق بتاعي كله، بقى الخليط عندي مظبوط والقوام عندي مناسب، هو ده القوام اللي انا عايزاه. تتعمل في صينيه مقاس 24 دي، او فورمه زي دي مقاس 24 برضو، بس انا حابه بصراحه اعملها في الفورمه دي، هتدي شكل حلو. بس يا جماعه انا بدهن الفورمه دي زيت مع دقيق. في غلطه انا هقول لكم عليها دلوقتي حالا، انا غلطتها، ما حطيتش دقيق، استسهلت وقلت ان انا هحط زيت، بس انا كل مره بحط زيت مع دقيق، بس المره دي حطيت زيت بس. الكيكه بتاعتي وانا بطلعها للاسف اتكسرت مني شويه، بس احنا هندويها طبعا وهتطلع حلوه في التقديم وكل حاجه، وهنشوفها دلوقتي. بس انا بقول لكم على الخطأ اللي انا وقعت فيه عشان ما تقعوش فيه يعني. فاحنا قلنا هندهن الفورمه بتاعتنا او الصينيه بتاعتنا دقيق مع زيت. تمام، احنا لازم
ندب على الصينيه كده، نخبطها كده عشان تطلع الفقاقيع والحاجات دي وتطلع الهواء زياده. احنا هنمسحها وندخلها الفرن. اخدت معايا بالظبط 25 دقيقه في الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه في الرف المتوسط. فرن طبعا سابق التسخين. اهي شايفين ما شاء الله طلعت وجميله جدا، شكلها حلو قوي اهي. بعد ما طلعت وبردت اهو، بصوا تحس ان هي متكسره شويه عشان انا ما حطيتش دقيق، لكن هي في الامانه طعمها جميل جدا جدا جدا. هنسيبها بقى تبرد وهنعمل الصوص بتاعها. الصوص بتاعها عباره عن كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، 3 معالق من الكاكاو الخام، كوبايه الا ربع سكر. بس انا ما عملتش بكاكاو فقط، انا عملت 3 معالق نسكويك عشان كان متاح عندي وانا بحب طعمه، وحطيت معاه معلقه من الكاكاو. فحضراتكم لو حابين تعملوه بكاكاو خام بس ومش متوفر نسكويك، هتكون 3 معالق من الكاكاو الخام مع كوبايه من اللبن، كوبايه الا ربع من السكر، نص كوبايه من الزيت. وانا هسيب لكم المقادير كامله في صندوق الوصف. الصوص ده يا جماعه هيكون خفيف عشان نسقي بيه الكيكه. فحضراتكم لو حابين تتقلوه هتزودوا من نص كوبايه زيت لكوبايه الا ربع زيت، وهنزود كمان معلقه من الكاكاو تاني، يعني هيبقى 4 معالق بدل 3 معالق، وهيبقى كوبايه الا ربع من الزيت وكوبايه لبن وكوبايه الا ربع من السكر. شايفين الخليط كده احنا عاملينه وسط كده عشان نسقي بيه الكيك. وهقول لكم على حاجه تاني هنشوفها مع بعض دلوقتي، بلاش اسبق الاحداث كده. ده عندي بندق مجروش مع لوز، وعندي كراميل، صوص كراميل انا عاملاه وعندي على القناه موجود، بس دوت انا عندي صوص كراميل كده جاهز ماما جايبهولي فحبيت ان انا استخدمه. برضو الصوص دوت طعمه حلو جدا كده. احنا هننزل بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. الصوص ده خفيف عشان تتشرب منه الكيكه. الصوص بقى اللي هيتبقى ده انا هاخده هضيف عليه معلقه من الزيت ومعلقه من الكاكاو، وهضربه مره تاني في الخلاط، هيعمل لي كده زي الشوكولاته، فهجيب احطه برضو عليه من فوق. يعني انا هسيبه يتشرب وهنقل الكيكايه بتاعتي، وهاخد الصوص اللي في الصينيه ده هحط عليه معلقه من الزيت ومعلقه من الكاكاو، وهضربهم تاني في الخلاط، هيعملوا لي شوكولاته كده تقيله، صوص تقيل كده زي كريمه الساندوتش، زي شوكولاته الساندوتشات سوري. اهو انا كده بعد ما ضربته تاني وعملت الشوكولاته، شايفين تقلت ازاي. هنجيب بقى صوص الكراميل، هنعمل كده خطوط عليه. شايفين صوص الكراميل انا مقرباه اهو. بجد الصوص ده يا جماعه طعمه حلو جدا، ومع الشوكولاته عامل ميكس جامد قوي مع المكسرات، فظيعه بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى يا رب تكون طريقه سهله وتنول اعجابكم، وتكون مقادير سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت، وان شاء الله كده تعملوها وتقولوا لي انها عجبتكم. وميرسي جدا للناس اللي طبقت الكبده الاسكندراني والسجق وسابوا لي السكرين او الصوره في الصفحه الرئيسيه بتاعتي على الفيسبوك. وشكرا جدا برضو للناس اللي جربت وصفه الكنتاكي وعجبتهم الفراخ الكريسبي. اتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واكون بقدم لكم حاجات بسيطه وبتعجبكم، وربنا يا رب يعزكم ويحفظكم، وان شاء الله اشوفكم دايما في احسن حال. الكيكه بالشوكولاته دي من اقرب الكيكات يعني لقلبي بصراحه، انا بحبها جدا. هقطعها معاكم اهو عشان نشوفها من جوه جميله قد ايه، جميله وقد ايه طريه وهشه، حلوه قوي قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم زي بعض الوصفات اللي جربتوها وقلتولي ان هي حلوه. وشايفين قد ايه هي هشه ومفرغه، جميله بجد والله العظيم. الشنانه اللي عاملاها بس حلوه جدا، واللي اكلوا منها شكروا فيها. قطعنا منها اهو، حطيت عليها بصراحه صوص كراميل تاني. هي عجبتني، اتمنى تعجبكم انتوا كمان وتجربوها وتقولي رايكم.
وان شاء الله